مرحبا بكم في تفسير الأحلام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. لا يوجد فرق في التفسير بين المتزوجين وغير المتزوجين نساء ورجالا ما عدا في بعض الحالات، وسوف أتحدث بصيغة المذكر، ونفس التفسير للإناث. رؤية ضياع ملابس شخص تعرفه في الحلم بدون العثور عليها هي رؤية سيئة له أحيانا، لأنه قد لا يتجاوز المشكلة التي سيقع فيها قريبا أو بعد مدة، مثل مشاكل زوجية ستكون للمتزوجين، أو مشاكل صحية في الحمل للمتزوجات أحيانا، أو مشكلة في الخطوبة ستكون للمخطوبين أحيانا، أو مشكلة في عمله، أو صعوبات ستكون في سبيل بلوغ هدف ما، أو في النجاح في أمر ما، أو في كسب شيء ما، أو في تجاوز مشاكل وظروف سيئة، أو في الرحيل لمكان أفضل وتخطي هموم وتخطي أعداء، أو في الشفاء من مرض، أو في دخول حال ما للانتفاع منه. ونفس التفسير سيقع لك عندما تحلم بضياع سروالك